أعزائي المشاهدين، حياكم الله في الفقرة الثانية من هذه الحلقة نجوم رمضان، ومع النجم الثاني في هذه الحلقة أحد الأئمة في الكويت اللي صار لهم 15 سنة يختمون القرآن في رمضان في صلاة التراويح والقيام، وهو كما صرح الشيخ محمد أيوب صلى الله يحفظه ويطول عمره ويحسن عمله إمام المسجد النبوي أنه هو الكويتي الوحيد الذي قرأ القرآن كاملا على الشيخ. أرحب بفضيلة الشيخ مشعل المطر، حياك الله شيخنا في هذه الحلقة. الله يحييك ويبارك فيك. الله يرضى عليك شيخنا. يعني ودنا أول شيء نسأل عن بدايتك في إمامة المسجد، من متى كانت؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. الحقيقة أن بدايتي في إمامة المسجد كانت صدفة ولله الحمد يعني. فعندما كنا في الرياض في فترة الغزو، وهو في عام 90 تقريبا، سكننا في منطقة أو في حي من أحياء الرياض، وبالصدفة كان أمام المنزل اللي أسكن فيه في هذا الحي مسجد صغير جدا، كان يعني يعتبر مسجد محطة. فأول ما سكننا هذا البيت يعني رحت أذن المغرب ورحت بصلي المغرب في هذا المسجد، وبالصدفة كان إمام المسجد غايب، فالتفتوا المصلين يبحثون عن أحد يصلي فيهم، فوجدوني أنا، كان وقتها عمري 15 سنة تقريبا، فتقدمت إلى إمامتهم في صلاة المغرب، ثم أتيت إلى صلاة العشاء وأيضا غاب الإمام فصليت فيهم صلاة العشاء. استانسوا كنت؟ نعم. كنوا مرتاحة واستانسوا منك؟ كيف؟ كنوا مستانسوا أقول مرتاحة منك؟ إيه، فسبحان الله يعني مصلين بعد الصلاة يعني وجدت منهم الثناء والتشجيع والشكر، فطلبوا مني أن أكون إمامهم على طول في هذا المسجد. فيعني تفاجأت في هذا الخبر، لأني يعني أول مرة في يعني أم الناس، وكان عمري في هذا الوقت صغير يعني. فهذه كانت البداية. الله يجزيك الخير. يعني هذا من محاسن الغزو. هذه الله على أيام إن شاء الله الله لا يعودها، ولكن كانت سبحان الله هذه من يعني الله يجزيك الأشياء اللي جعلتني أستمر فيما بعد في إمامة المسجد. طيب شيخ، بخبرتك الآن من سنة خلينا نقول 91 بعد الغزو، يعني صرت إمام رسمي، وإلى الآن ما شاء الله يمكن 17 18 سنة، خبرتك الطويلة هذه شيخ، احنا نلاحظ حقيقة في رمضان انكباب الناس ولله الحمد على المساجد وكثرة رواد المساجد، وبعد رمضان في انحسار نوعا ما، يعني الجزر يتضح في هذا. ودنا نعرف شو اللي ممكن يعني يجذب الناس إلى المساجد أكثر ونخليهم على طول موجودين في المساجد في رمضان أو غيره؟ أي نعم. أولا يعني لابد يعني كي تجذب الناس إلى المسجد أن يكون للمسجد يعني غاية أو هدف معين، وهذا يكون من قبل الإمام إمام المسجد، ويكون أيضا من قبل المؤذن، وأيضا يكون من قبل المصلين، يكون لهم جهود. فمثلا في رمضان ليش الناس يعني يقبلون على المساجد؟ لأن أحيانا بعض المساجد في رمضان يكون فيها ختمة، وبعض المساجد في رمضان يكون فيها أنشطة ودروس ومثلا اعتكاف، فلذلك تجد الناس أنهم يقبلون على المساجد في شهر رمضان، لأن فيها المساجد يكون فيها جو إيماني. فلو أن مثلا أتحنا للناس هذا الجو الإيماني طوال العام لوجدت الناس يعني يقبلون على المسجد. فهناك يعني أمثلة كثيرة، من ضمنها يعني الله يجزاه خير الشيخ نبيل العوضي. فيخبرني الشيخ يعني بنفسه أنه أول ما بدأ في مسجده في جابر العلي في منطقة الشهداء كان يقول أن المسجد معزول، وما كان يعني حواليه بيوت، فكانت الفكرة مجرد أن يكون في هذا المسجد نشاط. والآن ولله الحمد يعني المسجد عندما بدأ كما يخبر الشيخ أن ما كان الصف الأول يكتمل، فالآن وصل عدد المصلين فيه في رمضان إلى 25,000 مصلي. يعني هو نشاط الإمام في الدرجة الأولى هو نشاط الإمام، اي نعم، وكذلك نشاط أيضا المصلين في المسجد. طيب شيخنا، بحكم أيضا صلاتك كإمام في رمضان أو غير رمضان، موضوع التطويل في الصلاة هذا موضوع يعني ينتشر عند الناس، في ناس تحب الختمة وتبحث عنها في رمضان، في ناس ما تحب. وعموم الصلوات العادية حتى في غير رمضان في ناس تشتكي الإنسان طول، والرسول عليه السلام وصى الإمام أنه ما يطول. فما أدري شلون تعاملك مع القضية هذه؟ هذه المسألة حسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس وأخشاهم لربه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين للأمة وعلمنا كيفية الصلاة، أيضا علمنا ضابط الإطالة فيها والتقصير.
فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال من أما منكم الناس فليخفف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصلاة الفجر من 60 آية إلى 100 آية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنون كاملة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ في صلاة الفجر بسورة الروم. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة الظهر حتى أن يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ويقرأ في سورة الأعراف، بينما خلاف ما عليه الناس اليوم أنهم يقرؤون في قصار الصور، وهذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية يعني التخفيف على الناس، كيفية التخفيف على الناس، وهو يعني يراعي أحوال الناس. فلذلك ينبغي على الإمام أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع شهوات الناس، لأن دائما النفس ضعيفة وتميل إلى يعني التخفيف وإلى الشهوة. فالإمام إذا راعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس عليها فلا شك أن الناس بإذن الله سينقادون إلى ذلك. طيب شيخنا، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنكر على معاذ التطويل في بعض الصلوات وقال فتان أنت يا معاذ.